موعد وتوقيت مباراة الهلال السوداني وسان بيدرو الإيفواري، والقناة الناقلة للمباراة المرتقبة في ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا 2024 وملعب المباراة وكل ما يخص هذه المباراة. لكن قبل أن نبدأ في الفيديو نذكركم أن تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في القناة إذا كنتم غير مشتركين. يحل فريق الهلال السوداني ضيفا على منافسه سان بيدرو الإيفواري مسابقة دوري أبطال أفريقيا ذهاب دور 32، وكان الهلال قد أنهى أزماته أمام الفيفا قبل هذه المباراة، حيث أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الهلال إنهاء كافة الشكاوي المقدمة ضد ناديه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم حول قضية اللاعب أطهر الطاهر عبر المخالفة، مؤكدا أنها كانت الأخيرة لدى الفيفا. ويفقد نادي الهلال نجمه أبو عاقلة عبد الله بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع المنتخب السوداني في تصفيات أفريقيا الأخيرة، ويبذل الطاقم الطبي لنادي الهلال مجهودات كبيرة مع اللاعب حتى يتعافى من إصابة على مستوى العضلة الخلفية. ودخل الهلال في معسكر مغلق من أجل حسم العبور أمام بطل ساحل العاج، وكان الأزرق صعد للدور 32 من دوري أبطال أفريقيا بعد عبور فريق الأهلي البنغازي الليبي بدور التمهيدي الأول، بينما وصل سان بيدرو لهذا الدور بعد تخطيه نادي بورينجراد من سيراليون. ويعد فريق سان بيدرو من الفرق الحديثة في كونتيفوار قبل أن يحقق المفاجأة بالفوز بلقب الدوري المحلي الموسم السابق ليمثل ساحل العاج في دوري أبطال أفريقيا. ويعد الفريق الأزرق أكثر الأندية السودانية جاهزية للبطولة الأفريقية باستقرار إدارته وطاقمه الفني بقيادة فلوران، كما أسهم المنتخب بتجهيز الهلال بعد أن استدعى 10 لاعبين ومشاركة 5 لاعبين بصفة أساسية في تشكيلة المدرب كواسي أبياه. وحدد النادي الإيفواري يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر موعدا للمواجهة التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت ساحل العاج، والخامسة مساء بتوقيت المغرب، والسادسة مساء بتوقيت السودان وليبيا، والسابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات وعمان. وسيقام اللقاء على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو الساحلية، وهو ملعب حديث أرضيته بالعشب الطبيعي ويسع لحوالي 20,000 متفرج. ويسعى الهلال لحسم المباراة بتحقيق الفوز في جولة الذهاب قبل مباراة الرد التي ستلعب في موريتانيا. حتى الآن لا يوجد قناة ناقلة للمباراة، بمجرد إعلان قناة فضائية نقلها لهذه المباراة. سنكتب لكم الخبر في التعليقات لهذا الفيديو، لذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة هذا الفيديو، والسلام عليكم.